مساء الخير عليكم خياتي حباباتي متتبعات قصي، مرحبا بكم. وش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا في نعمة والحمد لله. قولوا بسم الله ونصلوا ونسلموا على رسول الله. جيتكم اليوم خياتي نتقسم معاكم روتيني اليومي لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا مع صباح نوض، كان هذا هو الفطور اللي كنت درت لهم عدس وزدت معاه شويه هكذا خبزت كسره. كاين اللي يحب ياكلوا بالكسره، كاين اللي يحب ياكلوا بالخبز كيما يحب. هكذا درت لهم 2 خبزات ولا 3 تاع كسره، وعندهم الاختيار، حبوا بالخبز حبوا بالكسرة كيما يحبوا، هذيك هي. المهم هذا الروتين تاع نهار اليوم السبت. عندنا تقسمت معكم اللي هنايا فطوري، وعندنا تاني وصفة واحدة أخرى إن شاء الله اللي رانا رايحين نديروها مع بعضنا إن شاء الله. درك تشوفوها، خلي كملوا معايا لا فيديو إن شاء الله للآخر. هلا هنا شوفوا الكسرة تاعنا وجدت كما قلت لكم خياتي، وجدت معنا الكسرة وجات كسرة الله عليها، زدت معها شوية برك شلاضة هكذا ذيق مع هذاك العدس، وهكذا كان فطورنا لنهار اليوم. الوصفة الثانية خياتي اللي جبتها لكم اليوم، جبت لكم كيك المحلات، بصح مانيش راح انا نديره لكم اليوم. جبت لكم ان شيف باتيسي هو اللي راح يدير لكم الوصفة تاع كيك المحلات. المهم تبعوا معنا الوصفة وديروها لولادكم ان شاء الله تعجبكم. واللي حب تسترزق وديرها كمشروع، يعني وصفة سهلة ما فيها حتى حاجة. وهذه من الوصفات السهلة كامل، كاين بزاف وصفات تاع كيك المحلات. جبت لكم الوصفة هذه هي اليوم، هي سهلة كامل، دوك تشوفوها معنا. ولا عجبتكم الوصفة وخليتوا لي تعليقاتكم وعجبتكم لا فيديو، قولوا لي نزيد نبارطاجيو مع بعضنا تاني وصفات واحد اخرين، ونبداو نروحوا في الصعيب بشويه بشويه. كما راكم تشوفوا الوصفه لهنا تاع هذا تاع الكيك، هذا ساهل ما فيه والو. كما راكم تشوفوا يجي خياتي كي القطن، يجي طري كيما شغل كيما الجينواز. دوك تشوفوه يجي كي ليبونج، كي تشديه هكذا بيدك كي تعبزي عليه يعاود يولي كيما كان، تالمون اللي خفيف وتالمون اللي الوصفه يعني ساهله ما فيها والو. كما راكم تشوفوا لهنايا هاي لك مقطعه قدامكم، شوفوا كيفاش راهو يوري لكم الصنايعي تاعنا اللي جبته لكم نهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تتمنوا له ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه ان شاء الله تمنوا له الشفاء، راهو مريض شويه بلا غريب. دعوه الغريب مستجابه، ان شاء الله ما تبخلوش علينا بدعاءكم. كما راكم تشوفوا لهنايا هادو المقادير لهنا، والوصفه اليوم غير بالزيت ماشي تاع الزبده. هذا المول تاعنا دهناه بشويه زبده ورشيناه بالفارينه كيما كامل الليمول. ولهنا بداو في الوصفه تاعنا كيما راكم تشوفوا الحلايا مخلطه، ما تضحكوش. حنا نساء كي نكونوا رايحين نخدموا على بالك نحبوا النظام، ونحبوا هذه قدام هذه. خدمه المراه ماشي كيما خدمه الراجل. كيما راكم تشوفوا اليوم الراجل المهم يخدم، يبدا في الوصفه ويلا. كيما راكم تشوفوا لهنايا بلا ما تفوتكم الوصفه خياتي. كما قلت لكم خياتي الوصفة فيها 4 حتى 5 بيض. أنا المول تاعي هذا يرفد 5، بصح ممكن ديري فيها 4 تجي مليحة نورمال. فيها 180 حتى 200 غرام سكر، فيها 250 غرام حليب، 125 غرام سكر، 15 غرام فانيليا، 20 غرام لا لوفور اللي هي 2 باكيت لا لوفور. والفارينة عندنا ما بين 450 و 500 غرام فارينة. هذه هي خياتي، نعطيكم المقادير بالميزان خاطر كي نقولوا كيك المحلات نقولوا لا باتيسري، كي نقولوا لا باتيسري ما عندها ميزان. والميزان دوكا ماهوش غالي بزاف، من الاحسن يعني باش نبداو في هذه الوصفات يكون عندكم ميزان باش توزنوا به خياتي. كما راكم تشوفوا دار هادوك 5 حبات بيض، وتقدري كما قلت لك ديري 4. حنا لهنايا كانوا شويه مخلطين ما بين صغار وكبار، على بها درنا 5. وانا موالفه كي ندير انايا لو كيك في المول تاعي هدايا انا ندير 5 على خاطر من كما قلت لكم خياتي انا كي ندير 5 حبات بيض ما نضربش بزاف، ما نطلعش بزاف البيض بالباتور. مي هو قال لي نون، قال لي انايا نطلعوا بيان، قال لي نطلعوا كومين جينواز. الو خليته وساه كيما يحب هو. المهم خذوا الوصفه من عنده هو، حتى انا راني نتعلم معكم. المهم نولوا لهنايا كما راكم تشوفوا طلع البيض تاعو لهنايا بيان كوم يلفو كيما الجينواز.
ومن بعد زاد عليه كيطلعوا بياض راكم تشوفوا. طلع زاد عليه الزيت اللي قلنا 125 غرام، وزاد عليه 250 غرام حليب. شتو لا ميثود ماشي كيف انا ما نطلعش بزاف البيض وندير الزيت نديرو بشويه بشويه كيما المايونيز. هو لا هو طلع البيض بيان كوم يلفو، ومن بعد الزيت والحليب رماهم على مره، ما كل واحد ولا ميثود تاعو. ولهنا كما راكم تشوفوا راهو كان وزن الفارينه تاعو 450 غرام هكذاك. زاد لها 15 غرام تاع زوج لا لوفور اللي هما 20 غرام، وزنهم كامل. وكما راكم تشوفوا خلطهم بلا سباتول، ومن بعد يصيرهم ويجوزهم الصفايه وزادهم للخليط هذاك الاول. ولهنا حبس الباتور، ما واساش بالباتور. لهنا قاعد يواسي فيهم هكذاك، يسير فيهم، يدخل فيهم في الخليط هذاك ويخلط غير بلا سباتول كيما راكم تشوفوا دركا هكذا، باش ما تفوتكمش الوصفه خياتي. تبعوا مليح وتشوفوا لي تكنيك. احنا هذوما لي تكنيك هما صح باش الوصفه تنجح لك. هما الوصفات راهي كاين بزاف، تدخلي اليوتيوب اللي تدي وصفه من عند كاش وحده، من عند حبيبتك، من عند اختك، من عند بصح كاين وين تنجح لك، كاين وين ما تنجح لكش. مي بصح لي تكنيك هذوما تاع الصنايعيه هما الصح، هما اللي احنا نحوسوا عليهم. تقولي علاش ما تخرج ليش هذيك الحاجه كيما اللي نشريها وكيما اللي. ولا هنا شوفوا ودخل كامل هذيك الفارينه، دخلها بلا سباتول، دخلها في الخليط هذاك، هاو يواسي يصفي فيها بشويه ويزيد فيها، هاو كملها لهنايا كامل. دوك لهنا كمل خلاص. سما الباتور خدم به غير البيض بيان طلعوا كيما الجينواز كيما قلت لكم. زاد عليه الزيت، زاد عليه الحليب، ومن بعد زاد الفارينه ولا فاني ولا لوفور. مازال لو زيست خياتي. لو زيست هو قال لي انا نديرو كامل في الاخر، قال لي باش تبقى النسمه تاعو نديرو كامل بالاخر. وهنا زدنا لو زيست سيترون. المره الجايه ان شاء الله نديروا لكم اورانج. كل مره كيفاه هي هذيك هي الكيك، هذا هو وقته كيبرد الحال. والكيك تسمى يتوالم بيان مع الحمضيات، مع كي تدخل التشينا القارص. وكاين كيما قلت لكم قبيل كاين انواع بزاف، كاين لو كيك ماربغي، كاين كيك فاني، كيك شوكولا، كاين بالزبيب، كاين بلي زاغروم كيما قلت لكم دركا بالحمضيات، بالتشينا، بالقارص. كاين بزاف انواع. ان شاء الله يعجبكم هذا، وان شاء الله تخلي لكم تعليقاتكم كيما راكم تشوفوا هنا خياتي. زاد لو زيست تاع السيترون اللي هنايا كان عندي هدايا، قلت له عندي تشينا عندي القارص، قال لي جو بريفير نديروه سيترون خير. فاني سيترون يتوالم بيان. شوفوا كيفاش راهو يدور فيه باش ما يحبطلوش الخليط تاعو. شغل كونكوا او يدير في جينواز ولا بسكوي غولي ولا هكذا. دخل كامل هذيك لو زيست تاع السيترون في الخليط كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعو كيفاش يكون. شوف هكذا كيما راكم تشوفوا خياتي. ودركا المول تاعنا راه قدامنا، دهناه بشويه زبده وصبوا دغينا له شويه فارينه كيما نديرو كامل. الفوخ تاني راهو شاعل ملي بدينا نخدمو، راهو على درجه 180. وبعد كي درنا له نقصت له شويه بويس كان على بالي الفوخ تاعي شويه قوي كيما راكم تشوفوا هكذا خياتي. هنا راهو يقول لكم باللي انايا هو ما يديرلوش هذيك العبسه تاع باش يدير لابوش في الوسط باش يترتق كيما راهو يوري لكم، ولا يديروا بالموس، يدير الموس فيه الماء. قال لكم انا نديرو هكذايا ويترتق له نورمال في الوسط ولا في لو كوتي ولا. واللي حبت دير هذيك الطريقه ديرها كيما راكم تشوفوا. هنا راه وجد لو كيك تاعنا كيما راكم تشوفوا، راهو يواسلو شويه ناباج من الفوق، ورشوا بشويه لوزي فيلي وصبوا عليه شويه سكر غلاس. نتمنى ان شاء الله وانتي زيني من الفوق كيما حبيتي واش كاين في دارك. نتمنى الوصفه تاع اليوم ان شاء الله خياتي تعجبكم. ما تنسونيش بالاعجاب، ما تنسونيش بالبارطاج، خليوا لي تعليقاتكم الشابه. وان شاء الله الى وصفات اخرى خياتي. نقول لكم مع السلامه.